آخر ما قاله كولر والشناوي لجماهير الأهلي قبل مباراة ريال مدريد التاريخية، هذا ما ستعرفه من خلال هذا الفيديو القصير. ولكن قبل أي شيء صل على الحبيب ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. قال مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أن فريقه يخوض مباريات قوية في كأس العالم للأندية أمام منافسين مميزين، وليس هناك وقت معين للفوز سواء في بداية المباراة أو في نهايتها، فالانتصار من الممكن أن يتحقق في أي وقت. وقال كولر: ريال مدريد يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين، وأعتقد أنه من الصعب أن يتأثر بأي غيابات لأن لديه لاعبين مميزين في كل المراكز. وأوضح كولر: نحاول إيقاف لاعبي ريال مدريد دفاعيا وأن يكون لنا قوة هجومية أمام المنافس، لأننا نعرف إمكانيات لاعبيه جيدا ونحاول استغلال كل الفرص، كما نسعى لتفادي الإصابات عن طريق التدوير بين اللاعبين. وأشار: جميع لاعبي الأهلي جاهزون لمواجهة ريال مدريد الذي يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين على مستوى عال جدا، لكن هدفنا التركيز على نقاط القوة والضعف وأن نظهر بشخصيتنا، هذا هو الأهم لأننا لن ندافع طوال وقت المباراة. وأتم كولر تصريحاته: بطولة كأس العالم للأندية تمنح جميع لاعبين الأهلي خبرات كبيرة جدا حول الكرة العالمية، وستكون بمثابة أمر مفيد جدا لنا في البطولة التي نخوضها وخاصة في بطولة إفريقيا. أشار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي إلى أن هناك أجواء إيجابية للغاية يعيشها الفريق منذ الوصول إلى المغرب، خصوصا مساندة الجماهير المغربية في كل مكان. وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا: لدينا تركيز كبير منذ بداية البطولة، واليوم يزداد التركيز كثيرا، خصوصا أننا سنلعب أمام ريال مدريد، فالتركيز يتضاعف أملا في خطوة جديدة بالمونديال. وقال حارس الأهلي: نشكر الجمهور المغربي على المساندة الرائعة، كنا نتمنى التوفيق للوداد، ولكن الآن نحن ممثل للكرة العربية مع الهلال السعودي، ونتمنى أن يستمر الدعم لنا غدا أمام ريال مدريد. وأوضح الشناوي: الأهلي يلعب بشكل جماعي ويعمل حسابا كبيرا لفريق ريال مدريد، والتجهيز للمباراة ليس تجاه لاعب معين، ولكن نستعد للفريق بشكل عام ونلتزم بخطة المدير الفني. وقال: بالتأكيد سعيد أن الأهلي أكثر فريق يصل لنصف نهائي البطولة، لكن حظنا في هذا الدور دائما يضعنا أمام فرق كبيرة مثل ريال مدريد، لكن لدينا تركيز كبير لتخطي ما حققناه من مركز ثالث والميدالية البرونزية في 3 مناسبات سابقة، ولدينا طموح كبير للوصول إلى المباراة النهائية في مونديال الأندية هذه المرة. وأتم تصريحاته: أي مباراة مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ من قبل كانت تعد من أهم المباريات في مسيرة اللاعب، ولكن في الأهلي الوضع مختلف، فالهدف دائما هو الوصول إلى هذه المكانة العالمية وخوض تلك المباريات الكبيرة بتحد وإصرار وبذل كل الجهد من أجل الفوز. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.